ابني من وهو صغير بيحب الأكل جدا زي أبوه وما بيعملش حاجة غير إن هو بياكل، وجربنا نروح لدكاترة كتير عشان نلحق الواد من بدري بس مفيش نتيجة، والواد برضه بيرجع ياكل، لحد ما لقينا فكرة وقلنا نشتري له عجلة يمكن يخس شوية، وكل يوم كان الواد بينزل يلعب بالعجلة، بس المشكلة إن وزنه بيزيد مش بيقل. المؤمن بس اللي هيعمل لايك واشتراك ويستغفر ربنا في التعليقات. فأبوه نزل وراه في يوم يراقبه وعرف إنه بيأجر العجلة للعيال في الشارع ويروح يجيب بالفلوس أكل. لقيت أبوه بيقول لي بالرغم إن الواد غفلنا إحنا الاتنين، بس الواد أثبت لي إنه ذكي ودماغه شغالة. الموقف التاني، زمان أول ما ركبنا التليفون الأرضي في البيت كان بابا في الشغل وأنا وماما اللي وقفنا مع الراجل وهو بيشغل التليفون. بعد ما الراجل خلص ومشي لقينا حد من شركة التليفونات بيتصل وماما اللي ردت عليه، فقال لها افصلي الخط دلوقتي يا مدام عشان بنغسل السنترال، واوعي تحطي الفيشة لحد ما السنترال ينشف احسن نتكهرب ونموت كلنا. ماما فعلا راحت فصلت الفيشة ونسينا اصلا الموضوع. جينا بالليل بعد ما ابويا رجع من الشغل قال لها انتي لسه فاصله الفيشة؟ زمان السنترال نشف من بدري. طلع هو اللي عامل المقلب في الاخر.